اوعوا تكسروا ولادكم بكلمة تريقة على شكلهم ولا سلوكهم ولا مستواهم الدراسي. كل الحاجات دي هتتغير، بس أثر الكلمة دي في نفسيتهم هيفضل معاهم لآخر العمر. ابنك يا تبنيه يا تهده، والاختيار معاك. السلام عليكم. تخيل تكون زارع شجرة قدام بيتك، تكتشف إن الشجرة دي بتمثل أيام حياتك. يعني كل ورقة تقع من الشجرة عمرك هيتخصم منه يوم. تخيل انت بقى، ده انت لما بيتخصم لك يوم عشان رحت الشغل متأخر بتقضي الشيفت كله قاعد بتعيط في الحمام. تخيل الخصم يبقى من عمرك. صعبة مش كده؟ الأصعب بقى لما تكتشف إن كل كلمة بتقولها بيقع قصادها ورقة من الشجرة. يعني لو قلت جملة مكونة من 5 كلمات هتقع كم ورقة من الشجرة؟ برافو عليك، 5 ورقات، يعني 5 أيام من عمرك. الفكرة اللي أنا بقولها دي فكرة فانتازية، فكرة فيلم أمريكي اسمه 1000 كلمة، اتعرض سنة 2012 بطولة إيدي ميرفي. بس تخيل كده معايا لو كانت الفكرة دي حقيقية، بذمتك كان في حد هيجيله قلب يفتح بقه ويقول أي كلمة؟ إذا كنا بنخاف نفتح إزازة المية في الكافيه عشان ما نحاسبش عليها. لكن أنا عايز أقولك إن الكلمة اللي بتخرج من بقك أخطر بكتير قوي مما تتخيل، وأهم بكتير قوي مما تتخيل. الكلمة دي ممكن تهد حياة شخص، وممكن تبني حياة شخص تاني. بكلمة بيقولها الإنسان بلسانه ممكن يدخل في الدين، وبكلمة تانية ممكن يخرج من الدين. بكلمة ممكن واحدة ست تبقى زوجتك حلالك، وبكلمة تانية ممكن تبقى طليقتك ومحرمة عليك. مع انتشار السوشيال ميديا الكلام بقى سهل قوي. هو احنا أصلا طول عمرنا بنتكلم من قبل السوشيال ميديا يعني، بس دلوقتي بقينا نقدر نتكلم في أي وقت ومع أي حد، ونقدر نقول أي حاجة. ممكن نعلق على صورة شخصية نشرها فنان ولا لاعب كورة ولا حد عادي على صفحته الشخصية، ونقول له يا ساتر انت تخنت قوي لازم تخس. جملة سهلة قوي اتكتبت في 3 ثواني، وصاحبها رماها ومشي وما شافش بقى عملت ايه في اللي قراها. اصل يعني تعالى نحسبها بالعقل، هل هو ما كانش يعرف انه تخين؟ هل ما بصش في المراية ولا مرة آخر 6 شهور في حياته مثلا؟ كان مستني الكومنت بتاع حضرتك عشان يعرف إنه بقى تخين؟ طب قول لي بقى، تعمل إيه لو اللي قلت له الكلمة دي كان شخص مش قوي نفسيا ومش واثق في نفسه، أو تخنه ده كان لأسباب مرضية مش قادر يحلها؟ أنت دمرته ومشيت. مؤخرا حصلت واقعة قريت عنها وزعلتني جدا جدا. شاب جميل قوي وكل أصحابه واللي يعرفوه بيشهدوا له بالاحترام والأخلاق، كان بيمر بشوية مشاكل في حياته. فتح الفيس وكتب كلمتين يفك بيهم عن نفسه زي ما معظمنا بيعمل يعني. هو كان مستني حد يطبطب عليه، حد يقول له إيه اللي تعبك، حد يكلمه في التليفون ويسمعه بس، مش أكتر من كده. لكن بما إن بقى الكلام بقى سهل وما بيدفعش فيه فلوس، في واحد من أصحاب الشاب ده كتب له كومنت فيه هزار وتريقة بيشجعه فيه إنه يتخلص من حياته. بيهزر طبعا مش بيتكلم جد، ويمكن تكون هي دي طريقته في مواساة أي حد تعبان أو مخنوق، إنه يهزر معاه بالطريقة دي وهو متخيل إن كده بيخرجه من المود. المشكلة بقى إن الشاب ده اللي كان بيشتكي على الفيسبوك بعد شهور قليلة قوي أنهى حياته فعلا، وبنفس الطريقة اللي صاحبه كتبها له في الكومنت. تخيل إن كلمتك ممكن تنهي حياة إنسان وإنت مش واخد بالك. أرجوك فكر فيها شوية قبل ما تقولها. دي الكلمة مش بس تقدر تهد إنسان، لا، دي تقدر تهد بلد كاملة. هل كل بوست بنشيره على صفحاتنا من البوستات اللي فيها أخبار عن البلد بنكون متأكدين قبل ما ننشره إن الخبر ده صحيح ومن مصدر موثوق؟ هل بنفكر الجهة اللي نشرت الخبر ده جهة بتحب بلدنا ولا بتحقد عليها وعايزة توقعها؟ هل بنركز إننا ما نكونش معاول هدم لبيوتنا في إيدين ناس ما بتحبناش؟ على الناحية التانية بقى، ممكن الكلمة تغير حياة إنسان للأحسن، تعمل منه عبقري التاريخ نفسه ما ينساش اسمه أبدا. العالم ألبرت أينشتاين اللي اتصنف من ضمن الأشخاص اللي أعلى IQ في التاريخ، متخيل العبقرية؟ ده احنا بنطلع الآلة الحاسبة عشان نحسب 12 في 12 بكام. ألبرت أينشتاين في طفولته ما كانش طفل عبقري خالص، كان عنده تأخر في النطق وكان استيعابه بطيء، وتلاقي شعره ما كانش كيرلي كمان. في مرة المدرس بتاعه قال له انت مش هتنفع في أي حاجة خالص. لكن الحاجة بقى أم أينشتاين قالت لابنها لا،
الكلام ده مش صح. أنا شايفة إن عندك عقل متميز، أنت عبقري يا وادي أينشتاين، ما يهمكش كلام حد. ما تعرفش بقى هي كانت شايفة فيه إيه ساعتها. بس عموما أنا شخصيا أعتقد إن أي نجاح حققه أينشتاين في حياته وأي شيء قدمه للبشرية كلها كان الفضل فيه بعد ربنا سبحانه وتعالى يرجع لأمه. هي الصانعة الحقيقية لقصة النجاح دي اللي كانت ممكن تنتهي قبل ما تبدأ. توماس أديسون صاحب ال1000 اختراع، اللي واحد منهم بس المصباح الكهربائي اللي لولاه كان زمانك قاعد بتشوف الحلقة دلوقتي في الضلمة. في يوم رجع لأمه معاه رسالة من المدرسة مكتوب فيها ابنك غبي جدا ومش هينفع يكمل معانا في المدرسة. الأم فتحت الرسالة وبصت لتوماس وقريتها بصوت عالي وقالت ابني عبقري جدا والمدرسة دي مش مكانه المناسب، أنا هعلمه بنفسي في البيت. وبقى توماس أديسون وبقينا قاعدين بنتكلم عنه دلوقتي بعد أكتر من 100 سنة وبنحكي حكاية كلمة تشجيع قالتها له أمه. عشان كده يا جماعة أنا عايز أنتهز الفرصة دي وأوجه كلامي لكل أم وكل أب، اوعوا تكسروا ولادكم بكلمة تريقة على شكلهم ولا سلوكهم ولا مستواهم الدراسي. كل الحاجات دي هتتغير بس أثر الكلمة دي في نفسيتهم هيفضل معاهم لآخر العمر. ابنك يا تبنيه يا تهده والاختيار معاك. عندي واحد صاحبي بيعمل حاجة حلوة قوي، بيقول لي أنا بنزل الشارع الصبح أشوف أي واحد معرفوش أقول له الله الكرافتة اللي أنت لابسها دي حلوة قوي، القميص ده تحفة لايق عليك جدا، واسيبه وامشي. وتخيل بقى الكلمتين دول هيعملوا ايه في نفسيته طول اليوم، هيدوله ثقة في نفسه ممكن تفرق معاه في كام قرار وكام حدث. لو هتعرف تقول كلام حلو يحفز اللي حواليك ويساعدهم ويمدلهم ايد الرحمة قول، وليك ثواب عظيم قوي عمرك ما هتتخيله. لكن لو مش هتقدر تعمل ده اسكت، والله ما حد هيقولك انت ما اتكلمتش ليه. وعشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وسيدنا عمر بن الخطاب قال ما ندمت على سكوتي مرة ولكن ندمت على كلامي مرارا. الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي شوف وصف الكلمة ازاي، قال أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة زاد مزخور، الكلمة نور وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل تتبع الأمة. وكل سنة وانتم طيبين.